جايبه لكم النهارده حاجه حلوه قوي بكوبايه دقيق واحده. لو عندك كوبايه دقيق واحده هقولك على وصفه هتاكلي صوابعك وراها. تنفع بقى كده تحليه لذيذه، تنفع كمان في اعياد الميلاد. حلوه جدا، طعمها في منتهى الجمال، مكوناتها ان شاء الله اقتصاديه وموجوده عندنا في البيت. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كوباية واحدة بس من الدقيق هنعمل الوصفة الحلوة دي. يلا نشوف هنعملها ازاي. هجيب بقى الخلاط بتاعي وابتدي اول حاجة انزل، طبعا الكوباية هتبقى واحدة تمام، بكوباية من السكر. ده نفس المج اللي انا وريتهولكوا في اول الفيديو اللي كان فيه الدقيق. تمام. وبعد كده هبتدي بنفس الكوباية اللي انا حطيت بيها السكر، هنزل عليهم بكوباية من الحليب او كوباية من اللبن. ما عندكيش مفيش مشكلة خالص، استبدليها بمية يبقى كوباية من المية، يعني ما توقفيش، او كوباية من عصير البرتقال. عندي كمان كوباية من الزيت. احفظوا كويس جدا، انا كوباية باخدها اغسلها احط المكون اللي بعديه على طول، عشان كده بدأت بالسكر الاول، عشان لو حطيتي السكر بعد مكونات السائلة هيلزق في المج ومش هتبقى الكوباية مظبوطة معاكي. بعد كده انزلي بكيس او كيسين من الفانيليا. وبعد كده بقى عندي كريم كراميل. كريم كراميل كده تحفة، ده بقى المكون التحفة النهاردة اللي هيخلي لي بقى الوصفة بتاعتي كده عبارة عن جاتوهية، مش عبارة عن تحلية بسيطة بس، لا ده تبقى عبارة عن جاتوهية كمان. عشان كده قلت لكم كمان تنفع في أعياد الميلاد. انا بيبقى في كريم الكراميل ده في البودر اللي انا بحطه ده، وبيبقى فيه كراميل اللي هو لونه الصوص البني ده. فانا هسيب الصوص ده هقول لكم هعمل بيه ايه، وهمسك بس البودر وهنزل بكيس كامل من البودر ده، وهبتدي ان انا اضربه في الخلاط. بعد ما اضربه في الخلاط هيبقى الشكل كده، هيكون سميك معايا شويه. هبتدي انقص منه في نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها المكونات اهو زي ما انتوا شايفين. وهبتدي امسك الكوبايه دي اشيلها في التلاجة لحد ما الوصفه بتاعتي تخلص، وهقول لكم برضو هنعمل بيها ايه. باقي بقى الخليط اللي في قلب الخلاط هبتدي اجيب عليهم 2 بيضه، 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، وابتدي اكسرهم كده وانزل بيهم. بجد يا جماعه اللي مش هيجرب الوصفه دي خسران. تحفه 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 ولذيذه جدا جدا. ادي 2 بيضه اهي. وبعد كده كمان هنزل عليها، المفروض كل بيضة عليها ظرف فانيليا، كيس من الفانيليا. انا ما كانش عندي للاسف غير كيس فنزلت بيه، مفيش مشكلة خالص مش هتفرق. تمام. وهبتدي برضو اضربهم في الخلاط كويس، يتضربوا بقى مع بعض كويس جدا كده. بس قبل ما اضربهم عندي كده بقى ايه، مكون تحفة بيخلي الكيكة بتاعتي هشة جدا، معلقة الخل. معلقة الخل دي رهيبة، انزلي بمعلقة الخل دي وابدأي اضربي في الخلاط. ضربتي في الخلاط بقى الخليط بتاعك عامل كده زي ما انت شايفة، عامل فوم كده وتحفة. كده احنا خلصنا الخليط السائل، هبتدي انزل بقى بالخليط الجاف اللي هو كوباية الدقيق الواحدة اللي اتفقنا عليها. كوباية دقيق واحدة اهي. هبتدي انزل عليها بمعلقة واحدة من البيكنج باودر، ما تنزليش بالكيس كله، كيس الا شوية. تمام. معلقة كده من البيكنج باودر، عيرتهم كده، كنت فاتحه الكيس وكنت واخده منه حبه برضو لوصفه تانية، فبقى معايا المعلقه دي. هنزل بيها وابتدي اوزعها في كوبايه الدقيق اللي احنا اتفقنا عليها. وطبعا هنزل عليها برشه بسيطه من الملح، ادام في دقيق يبقى لازم يكون في رشه بسيطه جدا من الملح. قلبي بقى كل المكونات كده الجافه مع بعضيها. وطبعا في معلقه من النشا. معلقه من النشا دي بقى بتديها هشاشه رهيبه. معلقه من النشا واحده كده، وابتدي بقى اقلب المكونات الجافه اللي مع بعضها دي كده كلها. وبعد بقى ما اخلص المكونات الجافه انزل عليهم بالمكونات السائله، وابتدي بقى اقلبهم مع بعض كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين. قلبي بقى كله كده في اتجاه واحد، ما تقلبيش يمين وترجعي تقلبي شمال، لا كله في اتجاه واحد اهو زي ما انتوا شايفين كده. قلب قلب قلب. طبعا بقى هجيب فرن، هجيب صينيه. عايزه اقول لكم دي ما بتغيبش خالص، بتاخد ربع ساعه وبتعمليها على درجه حراره 160، عشان هي كوبايه دقيق واحده، فطبعا مش هتاخد نفس الوقت بتاع الكيكايه العاديه. كوبايه دقيق واحده. جبت بقى صينيه كده، صينيه بقى فويل كده،
نزلت بيها بحاجات بسيطة كده من الزيت، بدأت ان انا اوزعهم في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبتدي امسك الخليط بتاعي وانزل بيه في الصينية بتاعتي. طب وايه حكاية الصوص بقى اللي انا شلته في التلاجة؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه، بس خلينا ماشيين خطوة خطوة. نزلت بقى بالخليط بتاعي كده، وزي ما قلت لكم الفرن طبعا مشغلاه على درجة حرارة 160 من قبل ما ابدأ في الكيكة اصلا. تمام اهو. دخل بقى الكيكه بتاعتي الحلوه دي، اللي الجاتوهيه بتاعتي التحفه دي، الفرن. وارجع لكم تاني عشان اوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن، وهنعمل فيها ايه، وايه حكايه الصوص اللي احنا شلناه. بجد هتنبهروا من جمالها وطعمها، بجد حلوه جدا. انا بس بديها خبطتين بس كده عشان تتوزع كويس جدا، وهبتدي ان انا ادخلها الفرن على طول. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، بجد تحفه وهشه ولذيذه وجميله جدا جدا جدا. هبتدي بقى، ده الصوص اللي انا نقصته من الخلاط وشيلته في التلاجة. شايفين تخن ازاي من التلاجة؟ تخن بقى. بصوا انا كنت بوريكم بس القوام. هنزل بقى بيه كده وابتدي ان انا اوزعه على الكيكه، عايزه كله يشرب من الصوص ده اهو. وزع بقى كويس كده. وبعد بقى ما تنزلي بالصوص بتاعك ده، سيبيه في التلاجة ايه 10 دقايق بس يمسك شويه في الكيك بتاعك. وبعد بقى ما يمسك في الكيك بتاعك، هنجيب بقى صوص الكراميل اللي هو اللون الغامق البني ده، وهبتدي بقى اوريكم ازاي هزين بيه. هيطلع معايا كأنك شاريها جاهزة. وبجد يا جماعة لو عندكم عيد ميلاد او اي مناسبة وعملتوها، هتشرفكم جدا جدا جدا. ادي كيس سبتها بقى جمدت شوية اهي. جبت بقى الكيس وهبتدي ان انا اعمل خطوط بالطول اهو زي ما انتوا شايفين كده. ادي خطوط بالطول كده في الكيكايه بتاعتي. وبعد بقى ما اعمل خطوط بالطول، هعملها تشكيله كده بالسكينه بحيث انها تطلع زي اللي بتجيبوها من بره بالظبط اهو. شايفين الجمال؟ لو فضل عندك حبه ممكن نضيق الخطوط شويه كمان كده اهو. بجد جميله. وكوبايه دي واحده خليها هشه كده ولذيذه، وطعمها في منتهى الجمال، واقتصاديه، وباذن الله مكوناتها بسيطه وموجوده عندنا في البيت. نجيب بقى سكينة او خلة اي حاجة كده بوزة رفيع، وابتدي اعمل المنظر اللي انتوا شايفينه ده، رايح جاي رايح جاي اهو. طبعا الكراميل شوية، فلو كيسين من الكراميل هيتقل معايا وهيبقى شكلها احلى كمان اهو. بصوا بقى الجمال والحلاوة، ما شاء الله تحفة. بجد يا جماعة تحفة، جربوها بإذن الله هتعجبكم جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم، ودوقوها بقى لحبايبكم وصحابكم، بجد ان شاء الله هتعجبهم جدا جدا من جمالها. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.